ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو فضلا وليس أمرا. تعملوا لايك للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل ليزي كيك زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هنعمله ببسكوت المدرسة. لو ولادك أو الأطفال مش بتحب بسكوت المدرسة هتستغليه وهتعمليه ليزي كيك. طعمه حلو قوي وهيطلبوه منك على طول، وهتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وبسكوت المدرسة. عندنا طبعا بسكوت المدرسة الكيس الحجم الكبير ده مكتوب عليه 80 جرام. الكمية اللي أنا مستخدمها دي 420 جرام. استخدمت 3 بواكي الحجم الكبير 80 جرام، و5 بواكي من الحجم الصغير 40 جرام. يبقى كل الكمية 420 جرام. هبدأ كده أفضي البسكوت بتاعي من الأكياس كده، وأبدأ اللي أنا أكسره تكسير عشوائي. هتكسريه بإيدك كده بيتكسر معاكي بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. ده كده شكل البسكوت بعد ما اتكسر، تكسير عشوائي كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ اللي أنا أحضر الجناش أو الشوكولاتة اللي أنا هعمل بيها البسكوت. حلة هنرفعها على النار وهننزل بنص كوب من السكر، عليه ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وعليهم 4 معالق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، وعندنا 2 معلقة كبيرة من اللبن البودرة، وده اختياري، لو مش موجود استغني عنه. هنقلب كده كل المكونات دي كده مع بعض، وبعد كده هننزل ب3/4 كوب من الحليب أو اللبن. هنقلب كده كله مع بعضه، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة. وأول لما هيبدأ إن هو يغلي معايا هبدأ أنزل ب30 جرام من الشوكولاتة الخام، وهكون مسيحاها على حمام بخار أو أحطها عادي سليمة. هطفي النار وهبدأ اللي أنا أقلب في الشوكولاتة هتسيح معايا بكل سهولة. طبعا أول لما يغلي كده هبدأ اللي أنا أطفي النار على طول، هسيبه يهدى ويبرد خالص. طبعا ما ينفعش احطه يكون سخن على البسكوت، لازما يهدى ويبرد خالص. وبعد كده هبدأ انزل كده بنص كمية جناش الشوكولاتة اللي انا عملته ده، وهسيب الباقي علشان احطه عليه في الاخر. زي ما انتوا شايفين كده بسباتيولا هبدأ اقلب من فوق لتحت لحد ما كل كمية البسكوت تتشرب كمية الجناش اللي انا عملته. عندنا ورقة من الزبدة هندهنها بمسحة بسيطة من الزيت، وعندنا ورقة فويل كده، وهبدأ اللي أنا أساوي كده البسكوت كده زي ما انتوا شايفين، واضغط عليه بإيديا أعمله كده شكل مستطيل. وبعد كده هبدأ اللي أنا أقفل ورقة الزبدة والفها رول كويس جدا وأقفلها من الجناب. وبعد كده برضو هبدأ اللي أنا أقفلها كده على شكل الشوكولاتة أو البونبوني زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ أدخلها الفريزر 2 أو 3. طبعا أنا استعجلت عليها، مفيش نص ساعة أو 3/4 ساعة، وبدأت اللي أنا أقطعها معايا زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ أشيل ورقة الزبدة كده. طبعا البسكوت كان عايز يقعد من 3 ل4 ساعات في الفريزر علشان تبدأي ان انت تزينيه. وده كده عندنا الجناش. زودت عليه 20 جرام من الشوكولاتة اللي أنا مسيحاها على حمام بخار، وقلبتهم مع بعض. وبدأت اللي أنا أحط جناش الشوكولاتة كده علشان يبدأ إن يكون شكله معايا شبه ليزي كيك بالظبط. بدأت أدخلها التلاجة حوالي من نص ساعة برضو، وبدأت اللي أنا أقطعها. طبعا في كل تقطيعة بتمسحي السكينة بتاعتك. طبعا أنا كنت مستعجلة عليها زي ما قلتلكم وقطعتها على طول، علشان كده بدأت إن هي تتكسر معايا. ما تستعجلوش زي كده وتعملوها.
بجد مش هيفيض عندك ولا واحدة في قلب الطبق، طعمها حلو قوي وطعمها خطير، والأطفال هتحبها جدا. ومن بسكوت المدرسة هتعمليها زي ما انتوا شايفين كده، شايفين ما شاء الله شكل الطبق ما شاء الله. ولو مش عندك بسكوت مدرسة ممكن تستخدمي أي نوع بسكوت شاي سادة عادي.